السلام عليكم. النهارده هنعمل اسكالوب بانيه او بانيه بطريقه صحيه وطالع مقرمش جدا وطالع احلى من بتاع المحلات واحلى كمان من اللي معمول فيه زيت، والاطفال بيطلبوه كتير جدا. حاولوا يا جماعه على قد ما تقدروا ان انتوا تقللوا الزيوت في جسم اولادكم. هتجيبي بوله فيها نص كيلو من البانيه تقطع رفيع جدا، بصلايه تضربيها في الكاتش ماشين او تبشريها. انا بشرتها، اعصري الميه بتاعتها. انا مش عايزه اي سوائل عشان لو حطيتي سوائل هيطرى منك في الفرن. معلقه مستردة كبيره، شويه خل، البهارات بقى ملح وفلفل وكاري وبابريكا وحبهان مطحون، وبس كده. تخلطيهم بقى كويس جدا وتسيبيهم حوالي في التلاجة ساعة. هتجيبي بيضتين عليهم شوية ملح وشوية فلفل، تضربيهم كويس جدا. وهتجيبي رقايق الذرة، انا جبتها جاهزة. ممكن تجيبي الكورن فليكس وتطحنيه في كاتش ماشين بتاعتك. تبليها بقى كويس جدا، وهتجيبي صاج عليه ورق زبدة وترصي عليه كل البانيه. وبعد كده على ومن الوش كده رشي رشة زيت، بس كده. ودخليه الفرن على درجة حرارة 200. اول ما يحمر من تحت ولعي عليه الشواية. كل حاجة يا جماعة، متحرموش نفسكم من اي حاجة. اهم حاجة قننوا الكميات. وبالنسبة لرقائق الذرة اللي احنا مستخدمينها، انا مستخدمة ربع كيلو، يعني حوالي 300 سعر حراري. فولا حاجة، انت هتاكلي شريحة مع طبق سلطة. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم والوصفة تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.